كل العالم تقريبا وبالأخص العالم العربي على دراية باللي صاير في غزة، من ناس تموت، دمار شامل وانهيار لشعب كامل حرفيا. لكن واحدة من الأشياء الغريبة اللي صارت بالتحديد في السعودية وهي موسم الرياض اللي شفنا فيه أشياء غريبة وعجيبة، بالأخص في هذا الوقت فين غزة تباد. موسم الرياض أو رياض سيزن 2023 أصبح ترند في تويتر، في تيك توك، في اليوتيوب، ليس بسبب الموسم بحد ذاته أو المشاهير الكبار اللي جابوهم أو الضجة الإعلامية والترفيهية اللي صارت، لا، بل لتوقيته الغريب ولعدم تأجيله. للناس اللي ما يعرفها، موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض كل سنة، واللي هي عاصمة المملكة العربية السعودية، اللي يهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية وفقا لأهداف وبرامج ورؤية السعودية 2023. أول مرة أو أول سيزن لهذا الموسم بدأ سنة 2019، وكانت بداية بسيطة لكن كانت بداية واعدة وهادفة بالنسبة للسعوديين والسعودية. طبعا هذا يعتبر الموسم الرابع، الموسم الرابع اللي فيه فعاليات جنونية. كلنا شفنا الفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيديوهات القصيرة، وكلنا شفنا المشاهير اللي صار عليهم لغط وضجة كبيرة. شفنا نانسي عجرم، كريستيانو، جورجينا، امينيم، ماغريغور، UFC، وعدة مشاهير عالميين. شفنا حتى شاكيرا وفنانين وراقصين آخرين في عاصمة السعودية بلاد الحرمين. فأكيد هذه الضجة الإعلامية اللي صارت من هجوم إعلامي كبير من الناس ومن العالم العربي بالأخص عنده نوع من التبرير، لكن القصة أعقد بكثير ولازم أنهي الموضوع اليوم. في واحد من النشطاء أو الناشطين السعوديين، مثل ما تشوفوا في الفيديو اللي راح أعرضه بعد قليل، انتقدوا بشدة الملك أو ولي العهد سلمان، اللي هو عبارة عن الملك صراحة، والسياسة الخاصة به، وانتقد أنه لماذا لم يتم تأجيل موسم الرياض، بالأخص أنه اللي صاير في غزة ناس تموت، عائلات تندثر من الوجود، وأبراج ومنازل تدمرت بالكامل، يعني في خضم الحرب اللي قائمة بين إسرائيل وغزة. اضبط الترفيه شوي، أما أن تصل من العهر ومن التفسخ ومن الرقص إلى الكفر بالله في بلاد التوحيد، والله هذه طامة. احنا ما عاد نأمن من مكر الله جل وعلا أو من عقاب الله وعذابه إذا سكتنا على هؤلاء أو حتى دافعنا عنهم. لا لا يا أخي، الوضع بخير، وهي انحرافات فردية ولا أخطاء فردية، لا 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 لا، هذا شيء منظم. ما هو فقط هذا الناشط على السوشيال ميديا انتقدوا الشيء اللي شافوه من السعودية اللي حتى قبل موسم الرياض كانت أطلقت أول كأس عالم للألعاب الرياضية، فبالتالي السعودية ولا على بالها، كأنه ما في أي شيء، برغم أنه العالم العربي المفروض أنه في حداد إلى حين تنتهي هذه المسألة. الأمر تعقد أكثر، انتقاده الجارح خلاه عرضة للتتبع، بالأخص أنه السعودية كبلد نوعا ما فيها نوع من الحرية، مثل ما نشوفه مثلا في بلدان شمال أفريقيا بالأخص تونس، فبالتالي أي شخص ينتقد السلطة مصيره. قال إيش فيها لو فتحنا موسم الرياض وأطفال غزة منقسمين لقسمين، جزء منهم تحت الأنقاض، جزء منهم فقد النطق من شدة الرعب والأهوال اللي يشوفوها. إيش فيها لو جبنا شاكيرا تعرض جسمها وترقص وتهز في بلاد الحرمين، نساءنا في فلسطين جالسين 24 ساعة بملابس الصلاة إنهم ما يرضوا لو جاهم القصف يطلعوا وهم ميتين عرايا. إيش فيها لو جبنا مشاهير العالم وصرفنا عليهم المليارات عشان ينشرون الفواحش، أهلنا في فلسطين ما عندهم موية، رجع إنه طلع معنا واحد في البث قال والله نشرب من المياه المالحة صرنا. إيش فيها يعني لما نفتح موسم الرياض ويطلع المتحدث باسم الصهاينة يقول كيف موسم الرياض يا سعوديين إن شاء الله مبسوطين. إيش فيها لما النبي صلى الله عليه وآله يقول المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، وإخواننا هناك مستشفياتهم ما صارت تستطيع تستقبل الضحايا، وإحنا بكل دم بارد نحضر الحفلات والملاعب. إيش فيها لما الرياض تصير كذا، لندن اللي هي بلاد غير مسلمة تصير زي كذا نصرة الإخوان في فلسطين. الفكرة إنه بعض اليوتيوبرز كذلك اللي كنت أتابعهم بشدة مثلا على تويتر كان عندهم بعض الطريقات الغريبة صراحة، أهمهم عمر أبو رب. مثلا عمر أبو الرب في واحد من الفيديوهات اللي أبحث عنه عندي أكثر من نص ساعة على تويتر، كتب في واحد من التعليقات لأحد الناس اللي نشروا فيديو الناس وسعوديين اللي يرقصوا حرفيا على أنغام الموسيقى، وقال إنه لا، هذا الفيديو مصور في الموسم الماضي والناس حابة تنشر فتنة وهذا الشيء عيب وهذه فتنة بين العرب، وحسس إنه الناس اللي انتقدت اللي صاير موسم رياض 2023 هم الغالطين. طبعا هذا تصرف غبي وتعليق أغبى من الغباء.
متوقع يعني من أشخاص ما هي علماء أو على الأقل عندهم وعي مجتمعي فائق. والفكرة أنه حتى ولو هذاك الفيديو هو من السنة الفارطة، هل اللي صاير اليوم تحديدا وقت تصوير هذا الفيديو أمر طبيعي؟ حابب تقولي إنه والله الناس ما هي ترقص في حفلات اللي جات فيها ناس عجرم، وشاكيرا اللي على المسرح اللي كانت ترقص بكامل جوارحها، واحدة من المغنيات الملحدات اللي قالت اعبدوا النساء والمرأة هي الإله في بلد الحرمين. يا حبيبي على الأقل في لبنان ولا في بلد آخر، لكن المكان خاطئ والتوقيت خاطئ أكثر. فبالتالي ما يبرر الفيديوهات من السنة الفارطة أو لا، لأنه اللي صاير اليوم أشنع بكثير من الفيديوهات اللي صارت في موسم الرياض 2022. شايف الفيديوهات، يعني شايفين الفيديوهات اللي انتشرت في الانترنت، الناس اللي ترقص. واحد فقط نشر فيديو للسنة الفارطة، هذا يعني أنه هذه الفيديوهات كلها من السنين الماضية. اللي صاير اليوم أشنع بكثير من اللي صار السنة الفارطة. فكفانا رميا للفتن وكلمات كبيرة أكبر من حجم الناس اللي قالتها بكثير فين ما يجي. فبالتالي لازم المشاهير توعى. اوكي شغلكم، اوكي مشاهير، اوكي لازم انكم تدافعوا على الدول العربية وانا معكم في هذا الشيء، لكن مسألة انك تخلي اللاوعي الخاص بك يأثر على قراراتك بناء على توجهاتك الفارطة، بناء على توجهاتك السابقة، وكونك انسان لا تحب نشر الفتنة الخ هذا لا يغير الواقع، هذا لا يغير اللي صاير اليوم. موسم الرياض فعلا كارثة حرفية وكارثة فكرية وكارثة. شوفوا بعض الناس وصلت في السوشيال ميديا سمته موسم قريش حرفيا يعني، وبعض الفيديوهات الأخرى الحاقدة على السعودية بالأخص واللي أنا ماني معهم بصراحة يقولوا إنه هذه الناس جماعة الخليج، جماعة شبه الجزيرة العربية عادوا إلى أصلهم كونهم أحفاد قريش. وبعض الآخر نشر حتى فيديوهات لسلمان في واحد من المؤتمرات، ماني عارف صراحة في أي مؤتمر، لكن فيديو حقيقي والكلام حقيقي، وقال إنه لازم نرجع إلى الإسلام الماضي، الإسلام الحقيقي، الإسلام المعتدل، الإسلام اللي إلخ. الإسلام عمره كان إنسان إسلام منفتح ومعتدل. أما إنك تتقبل فكرة إنك دولة إسلامية بحتة وأنتي الدولة اللي هي تعتبر مهد الحضارة الإسلامية أو مهد الديانة الإسلامية بالأخص، وتلغي كل هذا اللغط وكل هذا الغباء اللي صاير وكل هذه الشوشرة اللي صايرة، أم إنك تتخلى عن الحرمين من الآخر. يعني أنا عندي تفسير بسيط اللي صاير وراح ننهي به هذا الفيديو. فهذا المقطع خذوه اقطعوه وانشروه في كل مكان، أوكي؟ كوت مي، لأنه هذا يشرح اللي صار في السعودية. السعودية عبارة هي وشعبها على شعب مكبوت. أي نعم، شعب مكبوت. هذا اللي يفسر الأشياء اللي صايرة اليوم في توقيت خاطئ مثل اللي صاير على أهلنا بغزة. ولما أقول شعب مكبوت يعني الشعب السعودي عاش لعقود وعقود وعقود في مجتمع محافظ. هذا أمر ماني ضده، معاداة وتقاليد شعب كامل، مع بالأخص كونه بلاد الحرمين ولازم تتقيد بالقيود والشروط الدينية. لكن عاش لفترة طويلة لدرجة أنه لما أدركوا أنه عندهم الكثير من المليارات الدولارات، تريليونات الدولارات اللي جاية من النفط، وقالوا أنه ليش لا ما نسوي بعض الأنشطة الترفيهية، اكتشفوا أنه بوم في أشياء اسمها ملاهي وفي أشياء اسمها موسيقى ولاونجز وأماكن للترفيه فين يتم فيها استهلاك مثلا أشياء مثل الكحول. فبالتالي كانوا في غنى عن كل هذا، فأجتهم صدمة حضارية وكالتشر شوك وفتقوا مواهبهم مثل اللي صاير اليوم، ناس تموت وناس ترقص على أنغام الملحدين في بلاد الحرمين. هذا ما يعني بالشعب المكبوت. شعب مشايخه تحرم أو حرفيا أوكي لا تمنع، أقولها تحرم المظاهرات لأنها فيها اختلاط. وهذا الشعب اللي يدرس بنات وحدهم وأولاد وحدهم وأولاد في مدرسة وبنات في مدرسة، ما عندنا هذا الشيء في تونس الحمد لله. يعني إحنا شعب يعني كل صيف في مهرجانات، كل شتاء ثم مهرجانات، لاونجز، أماكن ترفيهية، وشعب متدين والحمد لله شعب مسلم. فبالتالي هذا الشعب اللي يحرم الاختلاط، يحرم المظاهرات بسبب الاختلاط. خلينا نشوف فيديوهات حفلاتهم في الرياض، لأنه هذا أكثر من هذا اختلاط مارد صراحة. وهذا هو تفسيري الشخصي للمسألة، وهذه هي تفسير المسألة الأقرب للواقع. كونه شعب فتق مواهبه بسبب انكباته
بسبب كبته اللي مر على أكثر من عدة عقود. فخلاصة الفيديو، شوفوا اللي صاير في موسم الرياض عيب صراحة، يعني أقولها بكل صراحة، عيب كبير في حق أخواتنا اللي يموتوا في غزة. شئتم أم أبيتم أنتم عرب، لستم بأوروبيين ولا أمريكيين. وغزة أيا كان قضيتك أو لا، مثل ما يقول بعض السعوديين اللي فعلا تحسهم قريشيين، هي قضية أمة عربية شئت أم أبيت. اوكي، حبيت او ما حبيت حبيبي. فبالتالي انا مع مواسم جميله جدا مثل موسم الرياض، واحب اني يوم من الايام اروح لموسم الرياض، لكن على الاقل اجلوه بسبب اللي صاير. هل راح تموتوا لو اجلتوه شهر؟ الله يفرج على موسم الرياض عفوا. ونتمنى انه السعوديه تدارك اللي قامت به من اخطاء. نلتقي في فيديو قادم، تابعونا على تويتر انستغرام، مع السلامه.